نتمنى راح نكونوا احسن صوره للاجيال القادمه كرياضيين، وان شاء الله الشيء اللي ربحناه في لاكارير تاعنا ان شاء الله في المستقبل راح نقدموه كشيء ايجابي للاجيال الجايين. عثماني اسكندر جميل، spécialité para-athlétisme, catégorie T13, déficit visuel, champion paralympique sur 400 mètres, record du monde sur 400 mètres T13, double champion du monde en 2024 au championnat du monde para-athlétisme, étant l'homme le plus rapide en Algérie. بدايتي كانت في ألعاب القوى، كانت بمحض الصدفة وين بديت الرياضة في عمر 21 سنة، مشيت للملعب من اجل ما ممارسه الرياضه كاي جزائري، وين اكتشفت الموهبه تاعي. كان مدرب تما نحييه بالاخص بشير مسيخ. بعد تدريب يمكن شهرين او 3 أشهر كنت حققت بطل الجزائر في سباق 60 متر، وين تاهلت بها البطوله الافريقيه لالعاب القوى. حققت ميداليه برونزيه في سباق الأربعة في 100 متر. بعد حصولي على الميداليات كانت هذيك هي الشيء اللي خلاني غرقت في الرياضه، والحمد لله ما ندمتش اني بديت هذه الرياضه، واليوم الحمد لله راني بطل كبير. بالنسبه للاهداف الرياضيه على المدى القريب، عندنا الالعاب البارالمبيه اللي راح تكون في باريس ان شاء الله بعد شهرين. ان شاء الله ربي يوفقنا في تحقيق ميداليتين ذهبيتين، الشيء اللي راح يسمح لنا ان نطلعوا الاعلام تاع الجزائر ان شاء الله، ونسمعوا النشيد الوطني الجزائري في سماء باريس ان شاء الله.